عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول، بما اني كنت تعبانة في الفترة اللي قبل رمضان، في الاسبوع اللي قبل رمضان او حوالي 10 ايام اللي قبل رمضان، فما قدرتش اعمل نظافة ما قبل رمضان. فبرضو ما سكتش، كانت الشقة مش عجباني بصراحة، كانت فترة تعبي ومش قادرة اوضب الشقة ومش قادرة اعمل اي حاجة فيها. فقلت مفيش فايدة كده، ما ينفعش. بديت ان شاء الله من بعد ما أنا ظهرت نتيجة التحاليل كده واطمنت على نفسي. في تعب بس برضو الحمد لله ان طلعت النتيجة كويسة، وطلعت الحمد لله ما فيش امراض وحشة ولله الحمد. انا باخد علاج، فانا بشتغل شوية وبتعب شوية، فهو انا بتك على نفسي حتة حتة علشان اعمل شقتي، عشان اعرف اتعبد واعرف اقعد في شقتي في رمضان بنظافة كده، وما يبقاش ارهاق عليا في العيد. وكمان احنا عندنا بنخبز خبيز العيد، بنخبز كعك وبسكوت زي حال كل الناس، كل طيبين. فانا غسلت يوم ليلة رمضان، غسلت سجادي كله زي ما قلت لكم 12 قطعة سجاد، وتعبت فيها وجات لي زي كده شد في كتفي، فما كنتش قادرة اتحرك. والله الحمد بدأت اتحسن. فرحت عاملة ايه فرحت عاملة ايه شلت السجاد طبعا وغسلته كله، ومسكت الشقة بتاعتي جبتها عليها وطيها. انا يعني لسه ما خلصتش في اخر حاجة اللي هي في الصالة. فبدأت، كانت دي ملاية سرير عندي قصيرة على السرير، رحت قصتها نصين، نص حطيتها على الكنبة هنا. دي صالة النيش، هجيب لكم كده من ورا. دي السجادة اللي كنت برضو غسلاها، بس نطفت ونورت بقيت ما شاء الله عليها. كنت فرشة هنا الاول حصير، قلت علشان ادي باب الشقة، قلت في دخلة الشقة علشان ما تاخدش يعني تاخد كل الرجلين اللي رايحة وجاية كده، وطبعة الرجلين. قلت افرش حصيرة، فلقيت مع الوقت برضو مش نافعة، فقلت هبدل ما بينهم في قطعة سجادة تانية. لو فاكرين في الفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده بتاعت التنظيف، لو ترجعوا لها هتلاقوا ان انا كنت فرشة سجادة هنا كبيرة، كانت نصها تحت السرير تقريبا. فكان جوزي، كان في اختلاف في الرأي بيني وبين جوزي ان انا افرش السجادة الكبيرة. بس الحمد لله بعد فترة من رمضان اللي فات، اهو دينا لنا سنة، اقتنع. ياما جه لقاني دي كانت سجادة طرقة، قسمتها نصين. كانت بصراحة قدام المطبخ والحمام، والمطبخ والحمام، الحمام ولادي اللي بيدخل الحمام برش مية، ودي كانت بتبقى على طول مبلولة مية. فانا غسلتها وقلت بما اني مش هفرشها قدام الحمام، فرشت كده حصيرة بالطول كده، حصيرة بلاستيك بالطول زي كده قدام المطبخ والحمام، وابقى اوريها لكم ان شاء الله. فخدت دي قسمتها نصين، وخيطت الجزء اللي مقصوص منه هنا كده في فتحة باب أوضة البنات، خيطتها من هنا وفرشتها بدل ما يكون نصها تحت السرير. وكده اوفر سجادة ممكن افرشها، ابدلها ما بينها وبين السجادة دي حاجة. وفرشت الجزئية التانية بتاعت الكنب، يعني بتاعت الانتريه هنا. انا حاولت بصراحة ان انا انقل كده، انا جايبه لكم الصالة كلها كده، حاولت ان انا انقل الكنبة والكرسي دول من عند سرير ابني واحطهم هنا، هو مكان دي جنب النيش، ما جاتش بصراحة. والكنبة هنا، الحيطة هنا دي داخلة لجوه، هي تفصيل للحيطان عندي في الشقة كده متلخبطة، فمش عارفة انا اوضب فيها حاجة. هنا مكتب الكمبيوتر خليته مكانه بعد ما شلته وحطيت وشلت السرير وكده، ما نفعتش بأي حال من الأحوال انه يتحط هنا. مقاس الكنبة والكرسي او الكنبة لوحدها في الحتة دي مش مكفية جنب النيش، والنيش هنا على اخر الحيطة، وهنا في فيشة وفي ابليك، فمش هينفع. دي فيشة المروحة، بصوا كده، فيشة المروحة اللي فوق النيش، فمش هينفع بأي حال من الأحوال إن أحطهم هنا، يعني الكنبة دول قصاد دي، فما نفعش. فخليتهم زي ما هما، قلت ما ربنا يكرم كده وما اشوف ايه اللي ممكن يجرى. ففرشت نص الشقة كده، دي النص الاولاني اللي عندي باب الشقة. لسه انا عندي هنا اوريكم كل حاجة على الطبيعة. بصوا هنا عندي الطرقة، انا غسلت الكساوي بتاعت القعدة العربي، المجلس العربي، وغسلتها، وبعد ما نشفت لبستها وركنتها على جنب. لو تلاحظوا الصالة هنا، ادي الصالة لسه ما فرشتش فيها اي حاجة، ولسه ما مسحتهاش، ولسه ما مشيتش على الحيطان. اما الجزئية دي اتوضبت كده تمام والحمد لله، وخلصت منها. هنا في الجزئية دي أوضة
بنات، وده اوضه ابن ولاد 2. انا عندي بنتين وولدين زي ما قلت لكم. وبرضه هخلي خلاص الوضع على ما هو عليه اللي هو الكنب كده، خلاص وضع مؤقت كده لغايه ما اشوف تصريف. وممكن انقل النيش واحطهم هنا مكانه، فالنيش هيبقى مكانه هنا مكان الكنب، يعني مش ظاهر. فقولوا لي رايكم ايه انتوا، انقل النيش مكان الكنب هنا عند اوضه ابني ولا ايه؟ انا خايفه اكسروا النيش بصراحه، ولا اخلي الوضع زي ما هو. ده جزئيه، اول جزء من ترتيب شقتي وتنظيفها كده. نظافة العيد، انا على العيد همشي كده مشيه عليها، لان انا عاملاها بعمق، حيطان بارضيتها، بشيل العفش وتنظيف تحتيه. كله ده كنت شايلاه ونضفت تحتي كويس اوي، غسلتها غسل. دلوقتي حوالي الساعة 4، خلاص فاضل على المغرب حوالي ساعتين. هروح اجهز اكلي، انا لسه ما عملتش حاجة في الاكل ولا عصير ولا اي حاجة. وضبط الجزء ده واروح اريح الاكل على النار. وعلى بال ما بين الاكل مرتاح على النار، همسح الصالة، همسح الارضية بتاعتها، وهنضف الحيطان. وهوريكم برضو فيديو تاني